بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابب أدردش معاكم شوية في موضوع الصفحات النهاردة. في موضوع خطر جدا اللي هو بيحصل دايما. في ناس بتخش تبعت لك رسائل وتقول لك أنا عاوزة فلوس من صفحة فلان. الصفحات دي بتبقى مخترقة، الصفحات دي بتبقى مسروقة. الفترة الأخيرة دي بقت مشاكل كتير على السوشيال ميديا بخصوص السرقة سرقة الصفحات، والواحد يخترق الصفحة عشان خاطر يقول الناس الأصدقاء ابعت لي فلوس، ده أنا مزنوق، ده أنا أنت مش هتخسر حاجة لما تكلم الصديق ده. يعني لما تكلم صاحب الصفحة أو تحاول توصل ليه قبل ما تعمل أي حاجة، عشان النصب كتر والسرقة كترت. رجاء خاص، يا ريت الناس تخلي بالها. الفيديو ده توعية، ويا ريت الناس تشاركه على الصفحات. ما تردش على اي حد على الخاص بس ان ما كنتش تتاكد ان ده صاحب الصفحه هو الشخص نفسه، انت فاهمني، ما تبعتلوش او ما تتعاملش معاه. كلم صاحب الصفحه الاساسي وبعت له، وحاول توصل ليه، حاول تتصل عليه، حاول تكلمه تليفونيا، حاول حتى لو هتحول له فلوس حول له عن طريق حد يكون معروف ويبقى عارف الشخص نفسه. رجاء خاص نخلي بالنا ونركز، لان الموضوع ده انتشر بشده الفتره الاخيره. وطبعا زي ما انتم شايفين وعارفين النهارده محدش لا بيحلل ولا بيحرم الا ما رحم ربي. فنخلي بالنا ونركز، لان الوضع بصراحه بيجي سيء جدا في موضوع سرقات الايميلات والناس تخش تنصب وتقول ابعت لي وانا مزنوق وانا فلان وانا مش عارف ابصرها، وهم يبقوا واحد حرامي مخترق الصفحه. خلي بالكم وركزوا جدا في الموضوع ده. واتي مش معنى ان هو قال لك انا شايبت يبقى هو شايبت. اتاكد من المعلومه في الاول، واتاكد من الشخص نفسه، هل هو فعلا الراجل ده اللي طالب فلوس ولا لا، او واحد تاني او صفحته مخترقه. نخلي بالنا ونركز جدا في الموضوع دوت، لان الموضوع ده انتشر بكثره الفتره الاخيره. سرقه الصفحات، ويخش عليك ابعت لي كارت، ابعت لي فلوس، ده انا مزنوق، ده انا متضايق، ده انا مش عارف فين ومش عارف الفلوس راحت مني او كده. يعني سيبكم من الكلام ده خالص وركزوا، وحاول توصل لصاحب الصفحه الاساسي عشان خاطر تبلغه. يمكن ما عندوش مع علم ان الصفحه مسروقه، يمكن ما يعرفش، يمكن ما حدش يعرف. فنخلي بالنا ونركز من موضوع سرقه الصفحات وما نبعتش فلوس لحد وبس، غير لما نتاكد ان الشخص ده هو فعلا حقيقي. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل مؤذي. حسبي الله ونعم الوكيل في كل مؤذي. حسبي الله ونعم الوكيل في كل مؤذي.